السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ الطبق ديالنا ديال اليوم كما كتشوفوا سمكة بالخضر في الفرن. تبعوا معايا الطريقة. كنحتاج لواحد السمكة اي نوع، اي نوع. هاد الباجو زوين. كناخدو السمكة كنغسلوها مزيان، كنقيو لها الاحشاء ديالها، كنحيدو لها الشوك القشور، المهم كلشي تعرف يغسل السمك. كنصايبو ليها التتبيله ديالها. كنحتاجو للصلصه اللي كنت شاركت معكم ديال البيتزا وديال المعجنات، حتى هي كنستعملها حتى للحوت. خديت واحد قياس ملعقه كبيره منها. خديت القزبر او معدنوس مقطعين، خديت العطريه كيف ما كتشوفوا، خرقوم، بزار، سكينجبير، كمون، شويه ديال الحار، شويه ديال الملحه. غناخد شي شويه ديال زيت الزيتون. غادي نعصر واحد نص حامضه. وغادي نشرمل هذيك الحوته مزيان. غندخل ليها هذيك العطريه كامله كيف ما شفتوا في الاول، راني درت فيها فلحتها من الجوانب بجوج. واحد جوج ضريسات ديال الثومه، ضروري الحوت خاصو الثومه والحامض، قزبر ومعدنوس، شي حوايج اللي هما اساسيين في التتبيله ديال السمك. والعطريه راها معروفه، ضروري الحوت كنديرو فيه كمون، سكينجبير، ابزار. ما كنديرش تحميره لانه هذيك الصلصه اللي انا مصيبه فيها الطماطم وفيها الفلفله حمراء، يعني ما كاينلاش نديرو تحميره. زدت شويه ديال الماء باش نذوب فيها العطريه. ضروري الحوتة تعمروها مزيان بالعطريه من الداخل من الجوانب، فدوك الفليحات. كندير الطرف ديال الحامض كنديرو وسط منها منين كنبغي نطيبها. ضروري ما ندير طريه في الداخل في الجهه ديال الراس او الكرش. ديرو طريف ديال الحامض. ماشي فتيها وتجي السمكه ديالنا رطبه مزيان. هذيك لاصوص اللي بقات عندي في الاناء ديال الفرن غادي نخليها جانبا، وغادي نزيد عليها الجزر ديالنا. عندي انا هنا جزره كبيره قطعتها دوائر رقيقه. شوفوا قطعوا خيزو رقيق، راه ما تيطيبش في الفران دغيا، قطعوا رقيق. انا كنفضل ندير كل شيء حسن ما نسلق الخضره وعاد ندير الحوت. المهم كتجيش زوينه بزاف بحال هكا. انا كندير خضره كامله خضره والسمكه وكلشي كيجي مزيان. المهم احتاجت واحد جوج بطاطات كبار، واحد الفلفله حمراء كبيره او فلفله صفراء او فلفله خضراء اللي متوفر عندكم. المهم فلفله كتزيد المذاق وكتزيد حتى المنظر. غادي نحتاج لواحد المطيشه حتى هي كبيره، حتى هي نقطعها دوائر دوائر دوائر. ونزيد عليها واحد ضريس واحد ديال الثومه. والكميه اللي بقات ليا من الاول من القزبر ومعدنوس ومن الصلصه ديالي كنزيدهم على البطاطا باش حتى هي يكون فيها العطريه. نزيد عليها شي شويه ديال الخرقوم وشي شويه ديال الملحه وشويه ديال زيت الزيتون.
خلطي لي اختي العناصر مزيان، خلطيهم بايديك باش تحسي بالعطريه دخلات في البطاطا في كل شيء، حتى شي بلاصه ما تجي اكثر من الاخر، يكون كل شيء منسجم. ودابا ندوزو نزوقو البلا ديالنا. كندير خيزو هو لتحت لحقاش خيزو تيشد الطياب. هنا ضفت شويه ديال الملحه، لقيت هاد الملحه صراحه ما مالحاش. شرملت خيزو بديك العطريه اللي بقات ليا في الطاوه ديالي. ايوا كيف ما كتشوفوا نص دايره خيزو هو لتحت، نحطو الحوته الوسط، ونستفو البطاطا في الجناب. المهم هذه هي الطريقه اللي كلشي تيديرها بحال هكا، هادشي هي الطريقه التقليديه. بطاطا وخيزو وفلفله ومطيشه زويتينات، طريفات ديال الحامض. الصراحه تشهاي الطاوه تاكلها بحال هكا بهاد الالوان، الاحمر ديال الفلفله واعر، قزبر معدنوس، طريفات ديال الحامض. كتشهي وهي خضره، قبل ما طيب راه تبارك الله كتشهي. ايوا كندخلوها للفرن ديالنا اللي يكون ساخن على اقصى درجه، لو ماكسيموم. كنغطيوها بالورق ديال الفرن، وكنشعلو عليها غير من التحت حتى طيب مزيان. عاد كنعريو عليها باش شي شويه تحمر لينا من الفوق. كتاخد تقريبا واحد 45 دقيقه في الفرن حتى ل60 دقيقه. ايوا هاد الاثناء الطاوه ديالنا راه طابت، هانتوما شوفوا كي جات الالوان كيشهيو. وكنتمنى تجربوها، راه جات لذيذه شهيه بنينه.